نور الأمل وروح التحدي. بإرادة واعية وإيمان راسخ. نمشي طريق الألف ميل ونطوي دروب المستحيل في نادي الأمل. أصدقاء نادي الأمل، بكل الحب والأمل والتفاؤل في غد أفضل إن شاء الله، نسعد بكم في ناديكم نادي الأمل، فأهلا بكم. أصدقائي أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد من البرنامج، ونسعد اليوم أصدقائي بضيافة الأستاذ علاء عبد الحليم، عضو مجلس إدارة اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين، ورئيس إحدى الجمعيات المعنية بشؤون الإعاقة البصرية. أهم التوصيات بقى اللي خرجتوا بيه بعد عرض ورصد كل هذه السلبيات والمشاكل التي تتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، فيما يتعلق بمدة سريان البطاقة، إجراءات استخراج البطاقة، يعني كل هذه السلبيات اللي تم رصدها. فنقول ايه التوصيات اللي خرجت؟ والله انا مش عارف يعني دور المجلس القومي للإعاقة هو المنوط بتبني متابعة تنفيذ هذه التشريعات القانونية. انا برضو بتساءل اعضاء مجلس النواب، الناحيتين دول فين؟ مؤسسات المجتمع المدني بتعمل ما عليها من جهد، المخلصين منهم بيعملوا ما عليهم من جهد، صحيح. لكن هيظل الجانب اللي هو لابد من الكيانات اللي هي تعتبر همزة الوصل بين التنفيذ او السلطة عشان التنفيذية. بعض الناس من المستمعين او اصدقائنا يقولوا انتوا عملتوا ايه؟ انتوا عمالين تقولوا لنا طب احنا كجهات ما علينا الا ان نوصل الاصوات، لكن اللي عليه التنفيذ فين؟ وفين الاشخاص ذوي الاعاقه الذين بح صوتنا من اجل تمثيلهم في المجالس النيابيه؟ معلش، تمام. اين الا من شخص يتبنى هذا الفكر؟ فبالتالي التوصيات اللي احنا هنبعتها لجهتين. الجهة الخاصة بوزارة الصحة بضرورة تقنين الإجراءات وتبسيطها وخضوع الأشخاص ذوي الإعاقة ل يعني خطوات إجرائية غير معقدة، وعدم إلزامهم بتوقيع في أماكن محددة، لأن ده مخالف للقانون. القانون قال لك يا مستشفيات يا حكومية يا عسكرية يا جامعية، ما تلزمنيش بقى. ده المتاح بالنسبه لي انا كشخص ذوي اعاقه، يعني الاقرب ليا، الاسهل في التنقل اليه. التوصيه الثانيه فيما يتعلق بالصحه او المجال الصحي، وزاره الصحه. في شخص ذو اعاقه بيكون قاعد مثلا في كفر الشيخ او في المنيا او في اي مكان، وعمل اجراءات استخراج كارنيه الخدمات وما كملهاش او تعقدت وراح هو بعد كده انتقل لمكان تاني، لا ده لازم، وبعد ما غير اقامته وغير كل حاجه وانتهت علاقته بالمحافظه دي، لا لازم يرجع تاني للمحافظه دي. ايه قيمه هذا؟ غلط. فانا زي ما بطاقه الرقم القومي انا بعدل عنواني خلاص، يعني تسهيل الاجراءات. ما هو ده كله ده تبسيط اجراء، كل ده تبسيط اجراء، سواء كان تبسيط الاجراء الكشف الطبي، تبسيط عدم غلق الملف في وش ذوي الاعاقه نهائيا كده. تمام. في ناس يعني اذا تغيرت بيانات معينه زي الاقامه مثلا، ففي الحاله دي لا الزم الشخص بنفس الموقع القديم بنفس المكان. طب ما هو مش موجود فيه. في حاجه اسمها تحديث بيانات، يعني عادي. لا وفي حاجه تاني، انه واحد بيترفض ورقه، لا ويتقدم تظلم والتظلم بيترفض، خلاص طالما التظلم اترفض يعني يعيد الاجراءات من الاول. لا ده ما يعيدش خالص، ده قدامه سنتين على ما يعمل تظلم تاني كمان. ليه بقى؟ لانه هو اعتقادا من اللي قالوا انه لا يستحق، ان حالته الصحيه لا تسمح. هو مش فاهم فبالتالي مستني فتره من الزمن، يمكن عينيه تتردى او نتمنى طبعا يعني، ولكن يعني صحيح يعني. لا يعني في امور بصراحه، يعني برضو فكره تفاوت قيمه الكشف او الرسوم المحصله من ذوي الاعاقه من مستشفى لاخر، كل دي مذكره هيتم رفعها الى السيد وزير الصحه. بالنسبه للتضامن، قولوا لنا يا وزاره التضامن حاجه اسمها زي طلب احاطه كده، ما الفارق بين الاعاقه البسيطه والشديده والمتوسطه من حيث الخدمات المقدمه؟ انتوا عاملين لنا الوان دي ومقدم على اساس ايه؟ ومقدم الخدمه
اما بيجي يتعامل معانا، يعني انا علاء معايا ازرق فلان اخضر، وداخلين مثلا نركب مواصله، الراجل هيشوف لونين ازرق واخضر مثلا، طب ايه الفرق؟ لا طبعا. فيعني قولوا لنا يا وزاره التضامن ايه هي الكيفيه اللي بيتم تقنين الخدمات بناء على وضع الاعاقه، لا سيما ان التقييم الوظيفي وهو بيعمل لي انت بتعرف تعتمد على نفسك، طب انت بتعرف كذا، طب انت بتعرف كذا، طب ماشي، بناء على ايه بتحتاج مرافق، بيطلب مني وانا في الاسئله بتحتاج مرافق. طيب هل الوزاره هترصد بدل مرافق ينزل على البطاقه دي فيما بعد؟ الحاجه الثانيه بالنسبه لوزاره التضامن، لابد الالتزام بقيمة أو مدة البطاقة 7 سنوات، سريان البطاقة، وتفعيل الحكم القضائي. لأن أنا سألت الأستاذ خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة للتأهيل إنه هل يتم تطبيق 7 سنين حتى للناس اللي عملوا لهم 3 يروح يغير؟ قال لي ما وصلتناش تعليمات. رد الغريب من وزارة التضامن، إيه تعليمات؟ هو صدر حكم قضائي بالفعل. لا مستنيين بقى تعليمات. التوصيه الثالثه فيما يخص بطاقه الخدمات المتكامله، هو فكره الطباعه ليه بتتاخر؟ التوصيه اللائحه بتقول ايه؟ 45 يوم عمل، خصوصا ان الاجراءات مكتمله او يعني 30 يوم عمل تقريبا 35 30 او 45 يوم يعني ايه يوم عمل؟ يعني ميعاد الجمعه والسبت من كل اسبوع. فلا بد الالتزام بفتره زمنيه لاستخراج البطاقه. ليه؟ لان عدم استخراجها في وقت معين بيؤدي الى كوارث. واحد بياخد معاش بيتقطع بسبب هناك من يعتمد عليها بشكل، لا المعاش بيقف يعني بالظبط، يعني فلازم يحتاج اليها بالفعل يعني. فانت تسرع في استخراج البطاقه. انا طبعا بحاول اتكلم بشكل بسيط عشان الناس توصل لها. احنا بنفكر في ساعه الصياغات هتبقى في صياغات تانية وتوصيات بصياغات اخرى، ان هو الاسراع في طباعه كارت الخدمات المتكامله وتحديد سقف زمني في هذا الاطار. يعني اهم التوصيات. لكن المقترحات اللي اهمها على الاطلاق انه لازم يبقى في مراكز متخصصه للفحوصات، بحيث انه انا ما اتكلفش. انا بصراحه وضع الاقتصادي بتاع ذوي الاعاقه لا يسمح باي شيء. حتى المطالب الاساسيه ما عادش بيوفيها. فانت بقى كل شاب ترهقه كل 3 سنين وكل 5 سنين ويروح تدفع 2000 3 4، فصعب قوي الحكايه دي. تمام. ده احنا فعلا قلنا في حاله الاعاقه الشديده يتم التجديد تلقائي ولا نحتاج الى كل هذه الاجراءات. النتاج العملي بقى للورشه ان احنا اعلنا عن رقم تليفون، لكن اعلنا عن رقم تليفون اثناء الورشه هم اعلنوه بتوع التضامن اللي قلنا انه اي حد متعثر في طباعه الكارت او اي حد مرفوض له تظلم او بيتم ارسال الشكوى على هذه الارقام اجل ان ايه تتحل مشكلته. تمام. بس ده لما يخص التضامن. تمام. الملف الأخير يمكن هنقول ودي الفعالية الأخيرة اللي تم تنظيمها خلال الفترة الحالية، وهي ليست على المستوى القومي أو المحلي، وإنما على المستوى الإفريقي. وده شيء جميل أن تكون هناك نوع من النظرة أو الرؤية الأكثر شمولا، إن أنا بقضايا ذوي الإعاقة ومشكلات ذوي الإعاقة لا أتحدث على المستوى المحلي فقط، وإنما أيضا خرجت إلى المستوى العالمي وأيضا المستوى الإقليمي، وهو ما يتعلق بقارتنا الإفريقية. وحضرتك تكلمنا عن هذه الفاعلية أو التي تم تنظيمها على مستوى إفريقيا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ علاء، باعتبار حضور حضرتك ومشاركتك في هذه الفاعلية كممثل لإحدى الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة البصرية. طيب الأول طبعا عشان أصدقائنا يعرفوا أن أنا كمان عضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين. تمام. وسبق لنا مشاركات عربية إقليمية دولية كذلك في ألمانيا وبعض الدول العربية، الكويت وعمان والمغرب إلى آخره إلى آخره. وإتماما لهذه الملفات، الملف الإفريقي، وكلنا يعرف أفريقيا وإمكانيات أفريقيا. يعني أفريقيا من الدول الفقيرة ماديا لكنها غنية موارد. تمام. لكن عدم استثمار الطاقات البشرية في استخراج الموارد، وأفريقيا دي لو هي كان فيها تخطيط جيد والله لسبقت العالم. قارة غنية بمواردها ومواردها ليست الطبيعية فقط وإنما البشرية أيضا. طبعا. لأن احنا حتى لدينا عقول علمية متميزة داخل القارة الإفريقية، عقول يعني متميزة ومبدعة ومنتجة وقادرة على إن هي توصل بقارتها لأعلى مكان في العالم وإلى مصاف الأمم المتقدمة، ولكن تتاح الفرصة. بالضبط كده. الملف ده هو خاص ب
يعني حاجة جميلة قوي. أن كنا بنعمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 في مصر هنا. كنت مشارك في جلسات الإعداد للقانون والإبداع المشاركة المجتمعية. أنا كنت صاحب فكرتين. الفكرة الأولى اللي هو تحفيز رجال الأعمال اللي هم أصحاب الشركات والمصانع، بتحفيزهم على قبول الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل داخل هذه المنشآت وتأهيل بيئة العمل و مرورا بالنقطة الثانية اللي أنا اقترحتها في هذا القانون، وهو إلزام صاحب المنشأة في حال رفضه لقبول شخص ذو إعاقة بناء على نسبة 5% بات من لزاما عليه أنه يعطي أجر سنة كاملة للشخص ذو الإعاقة لحين حصول على فرصة عمل. إتماما لهذه الجزئية في قانوننا، يعني ذهبت إلى النقطة أكثر بعدا مع الاتجاه إلى مهندسون من أجل مصر وبعض الكيانات الأخرى المهتمة. دي الفعالية اللي تم تنظيمها مؤخرا بين حضرتك بتقول الكيانات المشاركة في الفعالية كانت الكيانات المشاركة هي المركز الوطني أو الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. الأكاديمية الوطنية هي الشريك بالتعاون مع مؤسسة إفريقية مركزية إنيبل فكرة، وطبعا مجلس قومي الإعاقة كان مكتوب أحد الشركاء أو الداعمين. فالمهم يعني الفكرة بتقوم أو بتتمحور حول نخبة من يعني الداعمين في قارة أفريقيا، تحديدا كينيا، نيروبي عاصمة كينيا. كانوا مجتمعين، منظمة إنيبل دي مجتمعين علشان يحفزوا أصحاب الشركات ورجال الأعمال والمهندسين والمطورين للبرامج وصناعة التكنولوجيا من أجل الإكثار والتوسع في إنتاج الوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في قارة أفريقيا، باعتبار أنه الشخص ذو الإعاقة داخل قارة أفريقيا لا يجد الكثير من سبل الإتاحة المكانية أو التكنولوجية أو إلى آخره. فكان المبادرة بتقوم على إقناع رجال الأعمال يكونوا داعمين في تمويل البرامج التكنولوجية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة الأفريقية، يعني إقناع رجال الأعمال للمشاركة أو تبني هذه المبادرة، مستغلين تقديم خدمة تكنولوجية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، مستغلين فكرة ال AI اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو أصبح بييسر ويسهل الحياة التكنولوجية على المواطن أصلا، فما بالك بالشخص ذو الإعاقة لما يجي يتعامل بوسائله المساعدة وإلحاق الذكاء الاصطناعي بها. دي هتخلي حياته أكثر سهولة وأكثر يسرا. طيب مين الرافد الثاني اللي هو بيتعاون مع الجهة الإفريقية دي؟ مهندسو مصر، بالإضافة إلى من شوية الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بإيه؟ بالعاصمة الإدارية. فوجئت وأنا جنب المبنى ده إن في حاجة اسمها الجامعة المعلوماتية. فده برضو أنا عايز أقول إنه البحث العلمي والأمور ماشية في اتجاهات ورقيا وفكريا جميل جدا، لكن احنا محتاجين انه الاستفادة مما قدم في هذا المؤتمر. على فكرة ده النسخة الثانية للمؤتمر الإفريقي، كان في نسخة في العام الماضي، دي النسخة الثانية اللي هي للمؤتمر اللي هو بيحفز ويدعم تصنيع التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة، لأنه مبدأ الوصول، إمكانية الوصول بالنسبة للشخص ذو الإعاقة من أهم خصائص التواصل للشخص ذو الإعاقة مع مجتمعه. ويمكن الجامعة الأمريكية وبعض الجامعات، أنا عارف كده، بعض الجامعات الأجنبية في مصر كانت قد تحدثت في إمكانية الوصول من عشرات السنين إلى أنه محدش استجاب. في هذا الوقت الحالي اللي احنا بنمر فيه دلوقتي، حضوري في هذا المؤتمر، استماع إلى المنصة التي شاركت بالمؤتمر الكونفرنس عن طريق
هو كان مؤتمر تم تنظيمه عن بعد، يعني عن من بعد. كينيا إلى مصر، يعني بيحاول إن هو يجمع القارة الأفريقية، يعني يكون على مستوى القارة الأفريقية عن بعد. وفي طرف تاني كان قاعد في العاصمة الإدارية، المبنى اللي قلنا عليه أكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة. كان طرف تاني إن هو يبقى مفترض إنه ناس بتتكلم هناك وبتعرض الفكرة، وناس هنا المفروض إنهم يرفعوا تقارير إلى هذا الملتقى، بحيث إنه تلتقي أطر التعاون، وإحنا ناخد من ده فكرة إيه بقى؟ إن إحنا ناخد الاستفادة من الفكرة دي. طب ليه في مصر هنا ما يكونش فيه مائدة مستديرة بنفس الكيفية وبنفس دعوة رجال الأعمال ودعوة رؤساء الشركات الكيانات والمصانع الاقتصادية الكبرى، ان هي تساهم في دعم وتحفيز المنتج تكنولوجي، يعني لتسهيل الحياة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ان هو يعني يقدم الدعم المالي والتمويل المادي ليه زي ما حضرتك قلت المطورين والقائمين على إنتاج التكنولوجيا، بحيث يتم إنتاج تقنيات تكنولوجية مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة أسهل وبصورة طبيعية. ده محتاج تكلفة مادية. العائق الاقتصادي هو أهم ما يواجه، إني أقدر أوفر منتج تكنولوجي يساعد الشخص ذوي الإعاقة. فطبعا ده ممكن حله عن طريق زي ما بنقول مشاركة رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في تمويل مثل هذه الأفكار والمشروعات، بدعم من القيادة السياسية والمسؤولين الدولة، لأنه تمام. بدون دعم القيادة السياسية لهذا الملف، ما هو ده الإطار اللي هيتم من خلاله تنظيم هذه العملية، لأن هي مش هتتم بشكل عشوائي. لابد من ضغط حكومي، ضغط لوجستي من رئيس الدولة، وأعرف أنه متبني هذا الملف. لابد أنه يدعم هذا الفكر بحيث أنه يبقى الدنيا تتغير. طب إحنا ناس هيسمعونا يا جدع انتوا بتتكلموا عن التكنولوجيا واحنا مش لاقيين ناكل ومش لاقيين نروح ومش لاقيين نيجي ومش لاقيين ومرتباتنا ضعيفه وبتاع. هنجاوبكم على ده، بس لازم اعرف واقول لكم حاجه مهمه قوي قوي. وقبل كده يمكن انا صاحب تعريف الاعاقه اللي ما حدش بيقوله دايما، اللي هو الاعاقه هي نقص وسائل وامكانيات. ما حدش يقول لي فقد حاسه، ليس فقد حاسه حسي او ولا مشكله صحيه او جسديه، لا، قصور حركي معايا وسائل بتحركني، قصور بصري معايا وسائل. يبقى اذا هنا الاعاقه بتتراجع اثارها السلبيه، وقد لا تكون تشكل يعني تمثل اي مشكله اذا ادتني الوسيله بالظبط. حلو كده. وبالتالي احنا متبنين الملف ده، لانه كمان بيه انت جعان مش لاقي تاكل. بالملف ده لما هتبقى معاك وسائل هتتحرك، هتروح، هتشتغل، هتبقى زيك زي الاخرين، يبقى ليك مصدر دخل. فبالتالي انت بتحل مشكلتك الاقتصاديه، بيتوفر لك وسائل بتخليك على قدم المساواه مع الاخرين. اذا التكنولوجيا ليست رفاهيه، هي وسيله لحياه افضل. طبعا. انا واحد من الذين كانوا يحضرون كنا نتناقش، بيقول لي والله انا كفاءه الكترونيه كبيره جدا، وتقدمت لاحد شركات المحمول اللي هي طالبه موظفين كول سنتر، وانا اتقدمت وقلت لهم انا اهو. قالوا لي انت كفيف ما تنفعش. طب يا عم اختبرني، طب يا عم اخدعني للتدريب، طب يا عم جربني. انت ليه حكمت عليه عشان انا ما بشوفش يبقى مش عارف؟ فهنا برضو دي حته هتخليني اقف بعد كده واعمل ملف لده. انت دلوقتي التوظيف والتاهيل الحر بعيد عن 5%، سيبك من 5% دي خالص. انت جالك شخص تعامل مع شخص ذو خبره او ذو معرفه بهذا المجال، اختبر هذا وعليه تقرر اذا كان ينضم الى منظومه العمل عندك او لا. واحنا بنتكلم عن تطوير الفكر بحيث انه نوفر الوسائل المساعده، والشخص المعاق هنا خلاص وصل لان هو بقى راجل متمكن وكويس. طب تعالى بقى نشتغل على الملف ان انت اقبله بقى، انا جهزته لك، اهلته لك مع وسيله. انت ليه بترفضه بقى كشركات او كاماكن بتشغل؟ فيعني حقيقه المؤتمر ده الحقيقه استرعى انتباهي فيه حاجتين، وده اللي هيخليني بعد كده هقول التوصيات اللي انا هرفعها دي. استرعى انتباهي انه الناس شغالين بفكر الضغط الانساني،
انتوا لو عايشتوا المعاقين او انتوا لو تعايشتوا معاهم هتتحمسوا يا جماعة الناس دي، يعني احنا عايزين نقف معاهم. الشكل الانساني في الدعوة الى المبادرات ده لا يكون يعني صحيحا تماما. لا يكفي وحده، او ليس هو المبرر الكافي يعني. او مش هو ده المدخل اللي استطيع ان اقنع بيه مؤسسة اقتصادية ان هي تتبنى التمويل وتقديم الدعم المادي لهذه الفكرة. لو انا موجود لا يكفي لو انا موجود في كينيا او في المنصة الفعلية للمؤتمر، انا كنت احد الذين سيتحدثون عن اني وانا بتكلم بهذا الاتجاه واؤكد على انه يا جماعة احنا مراقبين من جهات دولية ان احنا نفعل بنود الاتفاقية والتشريعات، وانه احنا هنتعافى يعني الزام، هذا الزام وفي نفس الوقت بشيل من عليك اعباء ضرائب انت كراجل بتشارك او راجل صاحب شركة. فيبقى هو ده المدخل الاكثر عملية عندما اتحدث مع رجال الأعمال والمال. يعني لازم أتحدث برضو بشكل عملي، لا يكفي الجانب الإنساني لوحده أو الجانب العاطفي وحده يعني. طيب معوق بيقابلنا في الاتجاه ده بقى، خلينا أقول لأن دلوقتي إحنا دعينا وجبنا وحفزنا. تمام. النقطة الثانية الوضع الاقتصادي للشخص ذو الإعاقة. طيب الشركات هتنتج فين؟ السوق الترويجية لهذه المنتجات. تمام. مين هيشتري مني؟ هيشتري مني بكام؟ أيوه. طيب انا داخله هيسمح بشراء الحاجات دي. طب ما الناس اللي بيصنعوا بيقفوا كتير قوي عند التسويق. ما هي دي المشكله اللي بنقولها، العائق الاقتصادي بالنسبه للانفاق على التكنولوجيا. لا صاحب اللي هيتحفز ان هو يصنع عشان ينتج هيبيع لمين؟ مين اللي هيشتري؟ وبالتالي احنا لازم هم واحنا بنقدم لهم ده يكون عندنا اجنده جاهزه. لا الحكومه هتتعهد بخصم الجانب التسويقي هنا لازم اديله فيه ضمان لازم كدوله. اقول له الحكومات لازم تصدر قرار بتخفيض شراء السلع بنسبة 50 ببطاقة الخدمات أو بأي وسيلة. لازم يبقى عندي آلية لتحفيز الناس. لا الناس دي الدولة هتساهم معاك بجزء ورجال الأعمال هيساهم. لازم يكون في عقد موثق إنه التكنولوجيا دي تتسوق، لأنهم فعلا لا سيما كمان فكرة التكنولوجيا باللغة العربية. أيوه تمام. هتكون أقل طبعا. بالظبط. فيها عائق. لا ده فيها عائق في الصناعة، لانه عائق فني يعني. لا اللغه العربيه مضامينها كتير. أيوة يعني تمام. المصطلح الواحد بيحمل اكثر من معنى. تمام. فدي نواحي بقى فنيه. لا ما انا هقول لحضرتك، ما هو في حاجات اداريه لابد من الالتزام بيها. اللي هو الراجل صاحب الشركه او اللي عايز يصنع سالنا احنا كنا في المانيا وسمعنا حاجات زي كده. ايه بقى؟ طب اضمن لي ان انا اعمل لغه موحده في الاجهزه. ما فيش حاجه اسمها ازيك تبقى بكذا معنى. ما ينفعش اقول لازم حسب اللهجات يعني. لازم الدولة المصرية او في اي دولة يكون عربية هناك اتفاق على مصطلحات محددة موحدة يتم الحاقها بالاجهزة. تمام. لغة ثابتة. طيب. فبالتالي اللغة الثابتة هتخليهم يدخلوا اللغة العربية ضمن منطق الأجهزة والوسائل. احنا الموضوع كبير يا أستاذة دينا. طب أهم التوصيات، لأن احنا صعب فعلا زي ما حضرتك بتقول الموضوع كبير والملف متعدد الجوانب فعلا. لازم جهات تشترك فيه كتير. يعني فنقدر احنا هنا في لقائنا، لأنه طبعا احنا لازم يعني هنقدر نحصر الجوانب أو الأمور اللي ممكن نوصي بها أو نؤكد عليها من خلال هذه المبادرة برضو ذات الأهمية. نمرة 1 لابد أن تتبنى مصر، بما أننا نعيش على أرض مصر لابد أن تكون هناك مؤتمرات بشكل سنوي للدعوة إلى التضافر والتعاون مع ذوي الإعاقة، بعيد بقى عن الصناديق اللي حضرتك عارفاها. لابد أن تكون مؤتمرات متخصصة المفترض اللي يعملها المجلس القومي للإعاقة. أيوة. لكن مؤسسات المجتمع المدني لن يلتفت إليها إلا يعني من قبيل إيه أدينا بنقول. لكن لابد أن يكون المجلس القومي للإعاقة قائم بدوره في عمل مؤتمر سنوي يتم دعوة أهل الحل والعقد في الموضوع ودعوة وينسق طبعا مع منظمات المجتمع المدني هي ذات الخبرة في المجال. أيوه بالظبط. كل يبقى في مؤتمر سنوي بنتابع ونراقب ونحدد ايه الآليات اللي بيها نعمل ملف التكنولوجيا المساعدة دي. نمرة 2 لابد أن تقوم، أنا مش عارف أنهي جهة يعني بصراحة تبقى مسؤولة عن فكرة تقنين المصطلحات الإلكترونية اللي هي بيها يتم
يعني الوقوف على زي لغه الاشاره كده. تمام. بس تلاقي هنا في مصر حاجه وفي السعوديه حاجه، لا لكن لازم هناك كانت تجارب تقنين اللغه التكنولوجيه، وتوحيد. اللغه العربيه باللغه العربيه، اللغه التكنولوجيه الثابته اللي بيها نقنع الناس تتوسع في انتاج الاجهزه المساعده باللغه العربيه. طيب. رقم 3 انه يعني حقيقة مش عارف الواحد يقولها ازاي، لكن هي الواحد بيعاني احيانا لما يجي يوصل رسالة مش عارف يجيبها ازاي، لكن برضو فكرة تحسين وضعية المعاق الاقتصادية اللي تسمح له انه يبقى يعني قادر على شراء مثل هذه السلع وآلية تخفيضها او شرائها، او يكون في رقابة دولية على بيع السلع. في احتكار تمام. للادوات ذوي ما هو الإعاقة. ده زي ما بتقول حضرتك ان هي تتاح باسعار مقبوله. ده اولا هي مقبوله وفي متناول معظم الناس، متناول يعني بالشكل المعتدل الغير مبالغ فيه. يا عم يعني عملت لي بطاقه خدمات بسيطه وشديده ومتوسطه، قنن لي بقى ايه دي بالظبط الدرجات، ممكن الحصول على الخدمه، ناخد تخفيض حسب الايه. تمام. فيعني الموضوع فعلا يعني عايز جهات توصياتها، نطلع توصيات ونضغط ونقول ونعمل. أكيد. لكن لابد ان تكون الدوله حريصه على هذا الجانب، بالاضافه الى زي ما قلنا يعني اتحاد التطوير الخدمات الصحيه وكذا، ونقابه الصيادله والجوانب الصحيه والاجتماعيه، لازم يبقى في ناس تشتغل على القضيه دي باستمرار. زي ما انت قلت في بدايه الحلقات بتاعتنا انه تنشيط الذاكره. تمام. لازم كل وقت والتاني من وقت نفتح الملفات حتى التي تم فتحها من قبل وسابقا، لانه احنا في حاجه دائما الى تطوير وتقويم وتاكيد وتعديل. يعني ده يعني هي عمليه انسانيه مستمره، سواء في مجال الصحه او التعليم او التكنولوجيا. يعني في كل المجالات هي مجالات حيه متجدده، وبالتالي تحتاج الى تطوير مستمر ومتجدد. والاهم من ذلك برضو فكره الجانب الاداري في الاحياء والمحافظين. ليه احنا ايه علاقه التكنولوجيا المساعده بده؟ لا، العصايه الالكترونيه مثلا، أيوة. انا هاجي امشي بيها في الشارع، في اشغالات، في ارصفه مش ممهده. ايوه بالظبط، البيئه بقى يعني البيئه باكملها بكل عناصرها. ما هو ده لازم يبقى في برضو ضغط على الجهه الاداريه في المحافظين والهيئات، انه يبقى انت بتدي انا خلاص اهو علاء هشتري عصايه الكترونيه، تعال امشي بيها يا عم علاء، هتتهز تقعد ترقص في ايدك. أيوة. في اشغالات هنا وهنا وهنا، فمش هعرف امشي. يبقى ايه قيمه ان انا اوفر وسائل مساعده وعندي البيئه غير متاحه ليها؟ الانترنت، ودي مشكله، ما بيتمش عمل خصم للمعاقين على الانترنت وضعيف وبيتقطع. طب معظم الوسائل المساعده دي بتعتمد عليها. طب يبقى لازم المنظومه دي بتشوف قد ايه كتير متكامله طبعا. الحكم المحلي، المجلس القومي للاعاقه، مجلس لازم ناس كتير تشتغل. صحيح. احنا يعني في الحقيقه لقاء ثري استاذ علاء، وفتحنا الكثير من الملفات واثرنا العديد من القضايا، وداخل كل قضيه افكار كثيره وافكار متشعبه وجوانب متعدده وزوايا. ويعني في الحقيقه يعني كل موضوع او ملف نقوم بطرحه للمناقشه متشعب ويعرض ويتدفق منه الكثير من الافكار والاراء ووجهات النظر والافكار والزوايا المختلفه. طب الناس فين؟ فطبعا فلكن يعني فطبعا صعب ان احنا يعني نحصر كل هذا في لقاء او حتى 2. لا، احنا زي ما احنا بنطالب ان التطوير مستمر والتقويم مستمر، ايضا اللقاءات مستمره لتسليط الضوء والابراز على ما تم انجازه بالفعل وما هو ايجابي للتاكيد عليه، وما زال موجود من سلبيات لتقويمه وتطويره ومحاوله ايجاد الحلول. يعني في نهايه لقائي، ومع زي ما بنقول لقاءات مستمرة ومناقشات مستمرة ومبادرات ومحاولات ورغبات صادقة تسبق كل هذا لتطوير الخدمة في كل المجالات ولتقديم الأفضل من أجل مستقبل أفضل للجميع وليس للأشخاص ذوي الإعاقة فقط. فبشكر حضرتك على هذا اللقاء أستاذ علاء عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة البصرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وعضو الهيئة العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ علي. أنا بلخص ختام في كلمة المسؤولية المجتمعية.
صحيح. المسؤولية كلنا مسؤولين المجتمعية تجاه أي جهة أو منظمة أو هيئة أو رئيس دولة أو رئيس وزراء، أو في مسؤولية مجتمعية لأناس أو شرائح هي تستحق المواطنة وفقا للدستور، ابن المواطنين على قدم المساواة دون النظر إلى الإعاقة أو الدين أو الجنس أو اللون أو إلى. فبات على كل العاملين في كافة المجالات عليهم مسؤولية. الطبيب عليه مسؤولية اجتماعية، تعالى اكشف شوية مجانا. كل حتة عليها مسؤولية مجتمعية، على الجميع أن يلتزم بالمسؤولية المجتمعية. حتى أنا هو يعني علي مسؤولية مجتمعية بعملها. احنا الأشخاص ذوي الإعاقة علينا مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، نحن نتقدم الصفوف كأشخاص ذوي إعاقة، وعلى القائمين داخلها مراعاة فروق التعامل. يعني أنا عايز أقول للمجلس النواب من ذوي الإعاقة فين أنتم، ومجلس قومي فين أنتم. وفي النهاية إحنا يعني مضى حق ورقاه مطالب، والإعلام بنوافذه المتعددة بات عليه طرق الأبواب. ويا ريت يبقى في ملفات دايما ترفع، معرفش ازاي وايه الآلية، لكن أكيد يعني رئاسة الجمهورية تهتم جدا بهذا الملف، ولا بد أن تكون على علم بكل كبيرة وصغيرة حتى تزيل العبء عن كاهل ذوي الإعاقة الذين يواجهون المجتمع بكافة إشكاليات. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين. شكرا جزيلا لحضرتك، وأصدق وأطيب الأمنيات للجميع بكل الخير والازدهار والتقدم والرقي بإذن الله. أصدقائي، بالحب التقينا وعلى الأمل يتجدد اللقاء، ونادي الأمل دائما جسر من الحب بينكم وبين إذاعتكم القاهرة الكبرى. أصدقائي، وحتى لقاء جديد ليس ببعيد من أسرة نادي الأمل، لكل أصدقاء نادي الأمل بكل الحب.